صباح الفل والياسمين على احلى واغلى متابعين. عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. ربنا يجعل يومكم مليان بالبركه والحب والامل وراحه البال. النهارده جايلكم فيديو جديد ويوم جديد ووصفه جديده من مطبخي. النهارده هعمل معاكم صينيه فراخ بالبطاطس سهله وسريعه اقتصاديه جدا. مش هتاخد مننا اي حاجه غير هي بصله بس وشويه توابل وحبايتين طماطم في الخلاط. اكتر من كده مش هتكلفنا، وان شاء الله تكون خفيفه على قلبكم وكمان تتهنوا بيها يا رب. اول حاجه انا عندي الفراخ بقطعها، بجيبها بالشعر وبقطعها على حسب عدد افراد اسرتي او على حسب ما انا عايزه. تاني حاجه زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو بجيب بصله بقطعها ايا كانت التقطيعه اللي انت بتحبيها، بس انا بفضل الجوانح. وبعد كده بتبلها بملح وكمون وكزبره وفلفل اسمر. اكتر من كده لا، وازيد من كده لا. وبعد كده بدعك البصل كويس جدا في البهارات. وبعد كده بجيب الفراخ بتاعتي بعد ما اكون غسلتها ونقعتها كويس جدا وبدعكها في البصل. وبعد كده بشيل الفراخ في جنب وبكمل في البصل البطاطس. بكون مقطعه بطاطس في طرنشات وسط كده حلوه كويسه، وبنزل فيها برضو بالبصل وبدعكها كويس جدا لحد ما تاخد من البصل والبهارات. وبعد كده برجع البطاطس في الصينيه وبرصها كده بطريقه كويسه بحيث ان تاخد طبقه من الارضيه من تحت. وبعد كده بحط الفراخ على الوش وبنزل بكوبايتين الطماطم اللي انا عصرتهم من غير ما اصفيهم وبس كده. وبعد كده بحط على الوش شويه زيت وبدخلها الفرن. بتقعد معانا ساعه ساعه الا ربع وبتطلع زي الفل، سهله وخفيفه. مش هتكلفك بقى لا صويا صوص ولا دبس رمان ولا اي حاجه، وان شاء الله هتجربيها وهتدعيلي. وان شاء الله مش اول ولا اخر وصفه، هعمل معاكم طرق كتير جدا ازاي نعمل صواني فراخ بالبطاطس بطرق مختلفه تختلف عن غيرها كتير. وده كان شكلها بعد ما طلعت من الفرن. فتحت عليها الشوايه خدت لون، اقسم بالله ما عملت فيها اي حاجه، زي ما حطيتها معاكم زي ما خرجتها. كل الحكايه ان انا غطيتها بس. تقدر تغطيها بغطا حله او بورق فويل او ورق حراري ايا كان المتوفر عندك هتغطي بيها. وبعد كده هتقعد ساعه ساعه الا ربع. الفراخ بتاعتي ما كانتش كبيره في الحجم ولا حاجه، الفرخه بتاع كيلو كيلو ونص كيلو اتنين الا ربع، فما شاء الله كان زي الفل. وبعد كده بقى تاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنقدمها بقى مع بعض مع شويه رز بالشعريه. شويه رز بالشعريه، مش محتاجه منك اكتر من كده. لو بتحب الرز الابيض برضه مفيش مشكله. ممكن بقى شويه جرجير شويه مخلل. انا اكتفيت بالرز بالشعريه وهعمل جنبهم شوربه لسان عصفور، مش عشان خاطر بس الاولاد وكده. بس كده الفراخ كانت دايبه وزي الفل، والبطاطس طالعه مستويه وزي الفل، مفيش فيها اي غلطه. ان شاء الله تعملوها وتجربوها وتدعولي. لو انت بتعمليها بطريقتي قولي لي برضو في الكومنتات، وما تنسيش تدعي لي دعوه حلوه ان ربنا يصلح حالي ويحسن بين ايدي دايما ويجعل بيتي مليان بالبركه، انا وانتي وكل اللي سمعنا يا رب اللهم امين. ربنا يجعل بيوتنا كده عمرنا بالخير ومليانه بالبركه يا رب اللهم امين. البطاطس زي ما انتوا شايفين كانت دايبه مستويه وزي الفل، عشان كده لازم تقطعوها قطع متوسطه ما تكونش رقيقه قوي عشان بتبص معاكم. انا بقى قدمت الفراخ مع بطاطس مع طبق الرز مع شويه رز كده بس بألف هنا. للي هياكل واللي شاف واللي داق واللي هيجرب ان شاء الله. هنا كنت بوريكم قد ايه هي كانت مستويه، بس للاسف هي كانت قد ايه سخنه جدا ومكنتش عارفه اتحكم فيها ولا امسكها، بس هي كانت مستويه ودايبه زي الفل. بس كده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إيه، اتمنى بجد ان تكونوا بتدخلوا الفيديوهات بتاعتي بتطلعوا منها باي استفاده باي معلومه باي فكره. هفرح جدا لو انتوا بتدخلوا الفيديو بتطلعي باي حاجه مفيده بجد. ومن حابه النهارده اشكر ال 500 مشترك، 500 اخت معانا في القناه، 500 ورده على عيونكم كلكم يا رب. ربنا يجعلنا دايما في الزياده، ربنا يوفقني بيكم ويجعلكم فتحة خير عليا كده يا رب اللهم امين. بس كده هقدم بقى، قدمتها مع رز بالشعريه وشوربه لسان عصفور طبعا عشان خاطر الاولاد. مفيش اولاد يستحسن تعملي جنبها مخلل جرجير، طبق سلطه اخضر، اي حاجه مش هتقولك لا. بألف هنا وشفا للي شاف واللي هيدوق واللي هيجرب باذن الله. طبعا انا عارفه ان الفيديو قديم من اخر روتين، بس انا طلب مني من حد، يعني حد قريب مني، يعني ان اعملها فيديو مخصص لوحده. فطبعا ما اقدرش اتاخر عليكم، وان شاء الله تستفادوا. ونتمنى بجد انكم تكونوا تستفادوا من الفيديوهات بتاعتي وتطلعوا على الاقل بفكره واحده من الفيديو بتاع النهارده. ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد ويوم جديد. سيبكم في رعايه الله وحفظه واستودعكم الله، ومع السلامه.